السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. الكبدة بقى كما يجب ان تكون. يعني دي الكبدة بقى وطعمها وجمالها. تعالوا بقى نشوف هنعملها ازاي. سهلة وزي بتاعت الشارع والمحلات بالظبط. هنا معانا حتة توم وحتة فلفل، اللي هي هريسة الشطة. انا ده مفرز وده مفرز. حطيت بقى فلفل اسود وكزبرة وكمون وكبابة صيني، وهنعصر ليمونتين عليهم. طبعا لو انت ما عندكيش اصلا مفرز هتحطي بقى توم وقرن فلفل ايا كان، بتحبيها سبايسي بتحبيها بارده، اللي يرجع لك. كده المفروض احنا هرسناهم مع بعض بالملح بكله. هنيجي بقى ايه، معانا طاسه فيها زيت، حته ليه صغيره، ما عندكيش مفيش مشكله خالص. هنقلبها الاول مع الزيت، وهننزل بنص الدقه اللي احنا عملناها، اللي هي الثوم والفلفل والتوابل. هننزل بنصها بس، وهنقلبها كده بس نشم ريحتها، انا مش عايزه غير كده. معاني هنا الكبدة، ومعاني هنا ايه، حتة كلاوي وحتة قلب. طبعا الكلاوي والقلب هننزل بيها الأول، لأنها بتاخد سوا الأول أكتر. طبعا انت مش هتحطي ليها، هتكتفي باللي هي الدهون اللي تبقى حوالين الكلى الكلاوي والقلب. اوعي تقلبيها، تسيبيها الأول لما تاخد لون من تحت عشان ما تنزلش ميتها. احنا مش هنتنزل ميتها، احنا هنسيبها تاخد لون الأول من تحت كده، تروح مقلبينها على طول. هنقلبها تلتين تلات. على فكرة يا جماعة، الكلاوي والقلب ما بياخدوش سوا خالص. قلبناها، هننزل بالكبدة، قلبناها يعني حوالي دقيقتين كده. هننزل برضو، اوعي تقلبي الكبدة، سيبيها كده لغاية ما تحسي انها ابتدت تاخد لون من تحت، عشان برضو ما تنزلش ميتها وتنزل فايدتها. بصي خدت لون ازاي، نبتدي نقلبها بقى مرة واحدة. هنا النار عالية اهي، احنا مش موطين النار خالص على فكرة. هنبتدي نقلبها، خلي بالك الكبدة يا دوبك لونها بيشمع كده وبنروح قافلين عليها. لو استنيتي على الكبده، في ناس بيستنوا على الكبده شويه، تاكدي انها تبقى زي الكاوتش. شوفي انا مقطعاها شرايح دي، انا بحبها كده انا والولاد. لكن انت عايزه تقطعها عصافير، يعني تقطعي شرايح صغيره دي بدي تقطعيها عصافير تاني براحتك. بصي كده، دي سوايل الكبده اللي نزلت. بصي اهو، بصي انا مقطعاها شرايح، انت بقى عايزه تقطعيها رفيعه قطعي براحتك. دي بقى اللي هي الايه، الصوص بتاع الكبده ده اللي نزل بيبقى في منتهى الجمال. هننزل ببقيه الدقه اللي احنا عملناه في الاخر عشان تديها الريحه اللي احنا عايزينها. بس هنقلبها بقى وكده، شكرا، هنقفل عليها. بس كده. معانا بقى فلفل، انا كان عندي بصراحه قرن فلفل احمر عادي بارد، وحطيت حته فلفل سبايسي صغيره كده. لو عندك فلفل الوان حطي، يعني لو عندك فلفل احمر فلفل اصفر حطي بقى، بس في الاخر تقليبه كده واقفلي. اهو بصي كده خلاص، كده قفلنا، وكده الكبده بقت تمام قوي. بس انا بوريكي الصوص بتاعها ده تحفه. كده خلاص، الكبده بقى هنا احنا بنحبها بالطاسه كده، ما بغرفهاش بصراحه. عملنا شويه طحينه زي ما انت شايفه كده. طبعا انا كنت صايمه، عشان كل سنه وانتم طيبين، العشر ايام بتوع ذو الحجه، فانا كنت صايمه. ف ما عملتش اي حاجه مثلا، ما دقتهاش قدامكم او حاجه، لان انا عملتها بقى وايه، كان فاضل على المغرب حوالي ساعه الا ربع. فقلت خلاص، يعني انا عملتها خلاص، يعني هركنها وبعدين ساعه الاكل اسخنها يعني. فكنت انا وبنتي فقلنا خلاص، يعني ساعه المغرب نسخنها وخلاص. بصي اوريكي الكبده، بصي بس سخنه، وبصي بتقطم ازاي ومن جوه مستويه وكله تمام. سخنه، في منتهى الجمال، وطعمها حلو قوي 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 قوي. تعمليها بالطريقه دي كده بتاعت المحلات، في منتهى الجمال. سواء بقى انا دي عملتها كبده بلدي، انت تعمليها نوعك اللي يعجبك. يعني كل سنه وانتم طيبين، رد عليكم الايام بخير. بحبكم في الله.